بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم غالياتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. صحة فطوركم غالياتي، أكيد كما طلبتوا مني هدى راكي غايبة على الحلويات. هاني جبت لكم الحلويات هذو. جبت لكم كاطو اللي راه يعني طوندونس، وراه يعني العيد السنة راح يكون برعاية الريشة والوردة. الموديل هذا البنات عندي شهرين ونص من اللي حضرته. بالنسبه لحلويات العيد درت البنات وما صورتش معكم، راني يعني هذا وين بديت كما نقولوا. ما صورتش، ما كانش عندي وقت باش نصور ونمونطي وكلش، ومنش راح نحطهم قبل العيد، لذلك ما صورتش. هذا هو الموديل. نصور لكم ممكن البنيه ونزيد نحط لكم. البنات نهضروا على اول حاجه، ندخلوا في المقادير. نحتاج، انا هنا درت كميه قليله، 125 غرام مارغرين، 4 ملاعق نتاع زيت، لاروم نتاع البندق، ملعقه كبيره نتاع شوكولا تارتيني، صفار بيضاء ولافاني كما راكم تشوفوا، وملعقه نتاع كاكاو. نخلطوا المكونات هذو كامل مع بعضهم، ونزيدوا معهم البنات 4 ملاعق نتاع نشا، 4 مغارف نشا، 4 مغارف زيت، مغرفه كاكاو، مغرفه شوكولا تارتيني، 4 مغارف زيت نورمال ما قلتها، صفار بيضاء و 125 غرام مارغرين، و4 ملاعق سكر ناعم. نخلط المكونات هذو مع بعضهم كما شفتوني. اغلب لي صابلي اللي نخدمهم البنات نخلط كامل المقادير مع بعضهم. النشا فقط نخليه يعني هو الاخر ونضيفه، يعني النواشف اللي هو النشا والفارينه والخميره خليهم هما الاخرين. لاروم البنات خدموا بلا ما يعني شوفوا اللي تعود كيما نقولوا ما تقدرش انها تضيف نوع تاع مكسرات، ديري غير لاروم هذاك في لاباط يعطيك واحد الذوق. وزيد ديري في كريمه اضربوا في كريمه الزبده ونخلطوهم البنات يجيو كذلك ذوقهم خيالي. هنا واشني انا كي نخلط كلش مع بعضه، ضروري انك تخلطيهم مليح وتضيفيه يعني انشا. دوك خلاص يعني الصابلي راه كيما نقول ما بقاش كيما بكري. صعيبه باش ديري غوسات ولا لا غوسات اللي ديريها تصلح لك باذن الله. يعني كلش راه متوفر في الوقت يعني دوك اللي رانا فيه كلش اللي غوسات كاينين وكلش كاين، بصح الاسعار نتاع تاع المواد الحلويات راهي في ارتفاع. كيجي يعني الانسان يكوموندي يقولك غاليه 10,000 الحبه، يحير. بصح لو كان يروح يخدم يعني يلقاها، يلقى يعني اكيد انه اسعار خياليه كما راكم تشوفوا حبيباتي. هذا الموديل يتحسب من 9000 ل 10,000 الحبه، هذا الموديل بالتزيين هذا. واذا ضفتوا له مكسرات في لاباط ابا، اذا ما ضفتولوش هذيك حاجه اخرى. هنا البنات عندي خليط ما بين البندق والجوز. البندق والجوز كما راكم تشوفوا مرحيين مقليين ومرحيين بالقشور. يجيو يعني البنات ذوقهم بنين بزاف بزاف. انا البندق نخدم به بزاف البنات في الحلويات هو والجوز. يمدوا ذوق هايل. وشنو ما نديروش برك الاخر الكاوكاو ولا اي حاجه حنديروه هنا. تقدروا تعوضوا حبيباتي بالكاوكاو، ما نديروش بودر، لانه بودر ما يجيش ذوق بارز. يعني نشتي هذيك القرمشه شويه تاع المكسرات. نبداو نضيفوا اكيد في الفرينه بالتدريج مع كيس خميره كيميائيه. كي العاده الصابلي تاعي ندير فيه الخميره وندير فيه الزيت ويجي ما شاء الله يجي يذوب في الفم. هنا نكمل نضيف البنات الفرينه هذيك بالتدريج كما راكم تشوفوا. يعني والله يا البنات شوفوا، راح نحط لكم باذن الله حلوه الطابع. كاين ناس راهي تشوف وراهي تشوف وما تقدرش يعني انها دير حلويات، خاصه يعني انسان يكون عنده 4 اولاد ولا وين جات فيه مصروف رمضان ولا في الكسوه ولا في حلويات العيد. بزاف بزاف والله، غير ربي يعني يكون في عون كل رب أسرة ولا كل امرأة عاملة ولا كل إنسان راه يخدم على عائلة. ربي إن شاء الله يعني يكون في عونكم. هنا حبيباتي نضيفوا الفرينة بالتدريج، وقلت لكم راح نحط لكم حلوة الطابع. ما تقولوا ليش يعني راني نشوف في هكذا تعليقات مرات تشوفوا واحده يعني تقول يا ريت لو كان نقدر ندير، يقولوا لها ايه هو كباه راكي تكونيكتي. علاه يعني تحوسوهم ما يقدروش يديروا بين قوسين، يعني ما يقدروش يديروا يزدوا ما يشوفوش بالعين، خليهم يشوفوا بالعين. لكن نتمنى يعني من اصحاب ثاني القنوات ما ديريش غير البريستيج والحطه، ديري ثاني اشياء اللي يقدر يديرها الزوالي هذاك اللي يشوف. مادام انت قادره على حاجه بريستيج ديريها، ما نقولكش ما ديريش، بصح ديري كذلك حاجه سامبل كروكي مقروط غريبيه بنيون حاجه هكذا حلوه الطابع اللي يقدروا يديروها يعني الناس البسطاء. هذه يعني قوس فقط فتحناه نقفلوا هذا القوس. شوفوني هذا وين فطرت واني مازال ما شربتش القهوه، قلت لهم والله غير ديريكتومون للمونتاج.
شوفوا البنات، انا ما درتش بالطابع اللي راه يعني جاي اوفال، درت طول بهذا اللي جاي يعني شكل حبه القارص. انا مالفه نخدم به هذا الصابلي تاع القارص، درت به احسن يعني جاني الشكل باهي خير وخير. هنا انتبهوا برك تكونوا يعني تقطعوا ما نديروش الطابع، ما تحركوهش هكذا ولا هكذا. يعني هنا قاعده افهم فيكم باش يعني تجيكم الحبات كامل كيف كيف. دهنت هنا بشوي فرينه، ما كانش متوفر ورق الزبده، وندخلوهم يطيبوا في الفرن على درجه حراره 180 درجه. الصابري نطيبوه من تحت ونزيدو نشعلوا له من فوق. هنا البنات انا باه لزقت بالطوفيه كراميل، لكن من الافضل الطوفيه يعني ما تستعملوهاش كي تلزقوا بها، استعملوا الطوفي يعني احسن من الطوفيه باسكو يجي شويه ثقيل عليه. هنا البنات ودرت في الوسط البنات شوكولا تاغتيني. بالنسبه للمقطع تاع الحبه كي قطعتها الحبه تاع هذا الكاطو والصابلي ولا المخبز عفوا، راح يعني نديرهم لكم في لي فيديو شورت، راح نخلي لكم في الفيديوهات القصيره. ذوبت شوكولا بالحليب يعني على حمام مريم، وزدت لها شويه نتاع الزيت، ونجيو نقلاصيو الحبه هذيك من فوق. صدقوني يا البنات، بنة البندق والكاكاو كالبو والطوفيا وشوكولا تاغتيني وحد البنة، وش نحكي لكم، روعة. والشوكولا اكيد يعني هذه الاشياء، انا ديما في العيد البنات نحب ندير حاجه بالشوكولا تجي يعني بنينه. نفس المقادير تاع هذا الوصفه البنات راح ندير بهم حلوه الورده هذيك اللي راهي طوندونس، راح نديرها كذلك. بالنسبه يعني اللي قالت لي واش راح ديري، راح ندير يعني موديلات سامبل دي صابلي بريستيج، حلويات يعني حاجه خفيفه وخلاص. المهم كيما نقولوا تفرحي وليداتك، كل وحده تفرح، ما تقولش ما نديرش، ديري ولو حاجه بسيطه، ولو خبز الدار ولو غرايف، كل واحد الشيء اللي يقدر عليه، كل انسان يمشي يقدره. ما تشوفيش يعني الحوايج انت ما تقدرش تلحقيهم، ما نقولكش تمني، ما كانش انسان يعيش بلا ما يتمنى، صح بصح ما تروحيش الاشياء انك يعني لازمه، ما تجبري لا زوجك لا اب تاعك لا اخك لا كل وحده يعني وشكون اللي راهو يعني عايش معها ويصرف عليها، ما تجبريهمش يعني انهم يديروا لك اشياء فوق طاقتهم، خاصة يعني في شهر رمضان. يعني شهر رمضان مع الكسوة مع المصروف مع يعني القاطو تاع العيد ولا غير شوية، اسعار يعني راهي نار، ولا غير الاسعار راهي نار. الاشياء يعني اللي كانت ولات يعني الدوبل وتريبل يعني الاسعار تاعهم. هنا البنات هذا هو جولد اللي خدمت به. هذا البنات راه هناك خي بودا، انا راني ضفت له عصير الليمون ولا الزيت. انا هنا ضفت له عصير ليمون، لكن في الريشه شوفوا كيفاش جات تبري ما شاء الله، ضفت له زيت عادي، زيت نباتي. لصقوا هذيك الريشه وكل شيء. انا هنا البنات كنت كثرت له شويه نتاع الكاكاو والناكخيل في الاول البنات، ما يبانش بلي راه جمد لكم، بلي راكي كثرتي حتى يجمد وينشف باش يولي يبان هذاك الاصفر. المهم البنات جا واش نقول لكم، واحد الذوق واحد البنه ما شاء الله. نتمنى يعني تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. في الاخير ما تبخلونيش البنات بجام وكومونتير، راني توحشت لي كومونتير الحلوين تاعكم وتطبيقاتكم. مع السلامه ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.